السلام عليكم وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير وسعاده يا رب. النهارده عملت لكم صينيه بطاطس بالجزر والبطاطس. صينيه كفته بالجزر والبطاطس تحفه، وعملت معاها رز ابيض. آه بطريقه كده حلوه يعني كده. تفتح النفس يعني كده على صفر، لازم تغيير على سفرتنا، عشان ايه؟ العين بتاكل قبل الايه، قبل البق. آه وتعالوا كده هنشوف طبعا مقاديرنا. وعندي هنا كيلو لحمة مفرومة، وعندي هنا 3 بصلات كده حلوين مقطعاهم طبعا طرنشات، وعندي قرن فلفل حامي، وعندي فصوص توم، وعندي كزبرة وشبت وبقدونس اهم حاجة في الكفتة. وطبعا انا محتاجة بقسماط، لو ما عندكش بقسماط عندي قراقيش عيش شمس اللي انا بعمله في البيت. يعني بكسره كده واصحنه على، طبعا انا جهزت كوبايه من البقسماط بتاعي اللي هو القراقيش العيش الشمسي. يعني احنا مش هنغلب، لو حاجة مش موجودة عندنا ما نوقفش الطبخة بتاعتنا علشان حاجة، بنتصرف. ولو في عيش فينو بنحمسه، بننشفه ونحمسه، وبعد كده ايه، بنصحنه على الخلاط. عندنا البهارات بتاعتي كزبرة وفلفل اسود وكاري وبابريكا وملح. طبعا هجيب الكبة بتاعتي هحط فيها البصل. طبعا اللحمه بفرمها مره تاني لازم، بعد ما بجيبها من الجزار كده مفرومه لازم اديها فرمه تاني. هنفرم طبعا الحاجات دي كلها على الكبه. حطيت البصل وفص الثوم وقرن الفلفل الحامي اهم حاجه عندي في اكلتي. طبعا بفرم الحاجات دي مع بعضها كده، مفرومه حلو كده. طبعا الكبه صغيره مش هتنفع ان انا احط كل المقادير مع بعضها كده. وبحط الخضره بتاعتي الكزبره والشبت والبقدونس واديها فرمه تاني طبعا كده تمام. طبعا بدلت اللحمه في بوله اصغر لان الصغيره دي هعجن فيها الكفته. هحط بقى المقادير اللي انا فرمتها، وطبعا ايه هفرم بعد كده اللحمه. طبعا هاخد شويه شويه عشان الكبه والموتور بتاعنا ما يبصش معانا، لان الكبه صغيره. انا عندي كبه كبيره بس يعني ايه بعافيه شويه. بفرم اللحمه بتاعتي شويه شويه كده، دي اخر حاجه في اللحمه كده تمام. انا فرمت لحمتي كده. بحط البهارات بتاعتي واعجن طبعا الحاجات دي كلها مع بعضها كده عجنه حلوه كده. طبعا احنا مش بنعجن كتير لان احنا فرمنا اللحمه مرتين. بحط البقسماط بتاعي واعجنهم مع بعض، اخلطهم مع بعض. احنا لو فرمناش اللحمه مره تانية بتحتاج عجن اكتر طبعا. فانا عشان فرمتها لحمه مره تاني فما بتحتاجش. هنا طبعا حطيت انا سمنه على النار. حطيت 2 بصله مفرومه حلوين كده بحمرهم. واحط نص معلقه بابريكا. هقلب كده بعد كده عندي كده شويه توم حلوين كده، يعني كام 5 فصوص توم كده مفرومين بحطهم برضو. لازم اشم ريحه التوم كده والبصل تصفر معايا. حطيت الصلصه انا مفرزاها عندي في الفريزر، واسيبها تتسبك كده شويه، واحط معايا قرن فلفل حامي ده المفضل في كل اكلاتي. طبعا انت لو عايز تستغني عن الفلفل الحامي ممكن تستغني عنه، ممكن تحطي قرن فلفل رومي. كده اللحمه بتاعتنا شمعت بعد ما حطيتها في التلاجة نص ساعه، ممكن ساعة ممكن ساعتين يعني على حسب وقتك وكده. انا حطيتها نص ساعة. طبعا بكورها كده كور حلوة كده. برجع للصلصة بتاعتي واحط معلقة صلصة علب كده تعزز اللون معايا. وكده حطيت زودت كوباية مية. بحمر الكفتة في زيت طبعا سخن، لازم اسخنه اول عشان ما الكفتة ما تفكش معايا يعني بسخن الزيت جامد. وبعد كده بحط الكفتة بتاعتي بحمرها، بطلعها على ورق مناديل قبل ما احطها في الصينية بتاعتي. دي اخر حاجه في الكفته. بعد ما خلصت الكفته بقى عندي بطاطس حلقات وعندي جزر حلقات.
بجيب الصينيه بايركس، بحط طبعا كبشين كده من الصلصه بتاعتي، وبعد كده برص الكفته، واحده كده كفته، واحده بطاطس، وواحده جزر. يعني ايه، ارسم كده، كفتايه جزرايه، بصايه جزرايه، كفتايه بصايه جزرايه، وهكذا لحد ما ايه ما املى الصينيه بتاعتي كده. حاجه كده يعني ايه جديده كده عندي هنا. انا احب التغيير في الاكلات وكده. ممكن الكفته تكون يعني بنعملها كذا مره، بس ايه التغيير في الايه في الشكل وكده، وهكذا لحد ايه ما املى الصينيه بتاعتي كده خلصت. بجيب الصينيه تاني، طبعا لسه كفته باجي من كفته كتير يعني ما شاء الله، حاطط كتير وكده. بجيب صينيه تاني بيركس، برص نفس الطريقه، بحط كبشين صلصه في قعر الصينيه، وبعد كده برص نفس الطريقه كفتايه بصايه جزرايه، وهكذا لحد ما املى الصينيه بتاعتي كده. تمام. بجيب بقى الصلصه بتاعتي، وطبعا اشرب الكفته والبطاطس والجزر بيها كده كده. تمام. طبعا بطلع بيها على الفرن كده، انا مسخن الفرن من قبلها، احط قرن فيلم كده وكده. الكفته بتاعتنا خلصت، وعملت معاها رز ابيض. وطبعا بانتهاء الفيديو بشوفكم الاخر ان شاء الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.